إذن الأهلي يصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويجة بلقب دوري أبطال إفريقيا في 8 مناسبات، سيطل للمرة 13 على مسرح النهائي الأهلي والزمالك إذن لأول مرة وجها لوجه في نهائي بين فريقين من البلد. بص، في أي حاجة في الدنيا في الأهم والأعظم في الحاجة دي. يعني مثلا في حياتك في حدث هو الحدث الأهم أو الأعظم عندك، حلو بقى وحش المهم في حدث موجود في حياتك. السينما مثلا عربي أجنبي في فيلمين مسلسلين هم أهم وأعظم حاجة. يعني في الكورة مثلا في أهم أو أعظم نادي ولا اتنين، أهم أو أعظم لعيب أو اتنين. في النادي الأهلي بقى وعند لعيبته وجماهيره نوفمبر 2020 الساعة 11 بالليل، أهم وأجمل بل أعظم لحظة في تاريخ النادي الأهلي. النادي الأهلي واخد 147 بطولة في كل حاجة حتى الآن، فالبطولة دي في كفة وال146 التانيين كلهم في كفة. فحرفيا الكرة في مصر انتهت بين الناديين، مش انتهت اللي هو خلصت، لا انتهت اللي هو مين الأحسن ومين الأجمل مين رقم واحد. فكأهلاوية احنا مقتنعين بكده من زمان ومش محتاجين دي عشان نثبت بيها حاجة لحد. الفكرة بقى انها اثبات ليهم هم، حتى لو جواهم مقتنع بس هم مش هيقدروا يقولوا كده. وقد كان هديوا خالص وبقى في حالة اختفاء وسلام كده جميلة، ما بيناوشوا كده من بعيد لبعيد. بس بقالنا 7 سنين ما بنكسبش البطولة بعد ما كانت اسهل من الدوري المصري من 2013 من ساعة ابو تريكة وعبد الظاهر في اورلاندو. هتقول لي ما انت واخد كونفدرالية 2014 عاوز ايه تاني؟ جمهور الاهلي جمهور تنك، يعني كده بلغة الكرة مناخيره في السماء. انا رقم واحد على طول، ماليش دعوة بحد. طب هنديك رقم واحد في البطولة اللي تحتها؟ لا ماليش دعوة، ما اعترفش بيها نجاح، ماليش دعوة، انا عاوز رقم واحد في اول واهم بطولة. 7 سنين بنخرج من البطولة بأسوأ السيناريوهات، نوصل نهائيين ونخسر في 2019 5 من صن داونز. 7 سنين مدير فني ماشي مدير فني جاي، لعيبة راحة ولاعيبة جايه، فبعد ده كله تقول لي ان انا هخسر النهائي من غريم التقليدي اللي لما بيكسب كاس مصر ولا سوبر ما بسلمش من لسانه، فيكسبني في نهائي افريقيا لاول مره في التاريخ وفي استاد القاهره وفي ماتش اتسمى بنهائي القرن. فكر فيها كده دقيقه، ملهاش اي حل تاني غير الفوز. طب بالنسبه لنا يا الفوز يا العار اللي هيفضل معانا طول العمر، لازق في كل اهلاوي، مش هيخلي اي بطوله ليها طعم. يعني انت لو جبت اشطر مخرج اجنبي في هوليود وقلت له اكتب لي فيلم دراما على اكشن حبس انفاس ياخد الاوسكار، فمش هيعرف يكتب سيناريو فيه دراما وحبكه زي اللي حصل. ليله 27 نوفمبر استاد القاهرة 2020 والقضية موت. خلاص رفعوها شالوها هزوها كسبوها ربحوها عالجوها بعد أن طلعوها بهدف بالمقام. البطولة هتبدأ ودي أطول بطولة أفريقيا اتلعبت وهتتلعب في التاريخ. بطولة كورونا. عندنا مدير فني أوروجواني اسمه لاسارتي، كانت أكتر حاجة مميزة فيه بيعمل دوجلاس بيضة عشان تمشي مع لون شعره، عشان يبقى شبه الراجل بتاع كنتاكي كده. فنيات إيه؟ بقول لك أصح حاجة كان بيعملها لما يبقى مزنوق، يجيب الجناح اللي بيلعب على اليمين يوديه على الشمال، وياخد اللي على الشمال يوديه على اليمين. بيعلن لاسارتي عن قائمة أفريقيا ومعانا مين بقى؟ شريف إكرامي، حسام عاشور، وأحمد فتحي ورمضان صبحي. طب اشمعنى الأربعة دول بالذات اللي قلت لك عليهم؟ تعرف بعدين. فكسبنا فريق سوداني اسمه اطلع بره في دور ال 64 4-0 في الماتش الاولاني، وبعديها اقاله لاسارتي، وبنلعبنا نفس الفريق تاني وكسبناه 9-0 والماتشين كانوا في اسكندريه. في اخر يوم في شهر 8 صاحي من النوم لقيت السوشيال ميديا النادي الاهلي كلها بتعمل اخضبا. خير يا جدعان؟ قال لك اصل الاهلي جاب مدرب سويسري السي في بتاعه مش قوي. طب اسمه ايه يا جدعان؟ ندور كده نشوف. قال لك رينيه فايلر. كمان ماتشين في دور ال 32 قدام كام سبورت السنغالي، هنكسب الماتش الاولاني 2-0 والثاني 4-0. وفايلر ده شكله عنده حاجه جايه يقدمها للفريق، الفريق شكله حلو ومنظم. قرعه دور المجموعات اتعمل، وقعنا بقى مع النجم الساحلي بلاتينيوم ستارز والهلال السوداني. طبعا انت فهمت ان احنا هنتاهل في اخر لحظه في اخر ماتش، وده ما كانش جديد خالص. الاهلي بقى له 6-7 سنين لما بيتاهل من المجموعه بيكون بحسبه بيرما يا اما بيطلع الروح. اول ماتش في المجموعه بنلعب النجم الساحلي في تونس، وطرد في الدقيقة 13 لأيمن نشر. يرسل الورقة الحمراء بطاقة حمراء في وجه الأعلى. ياسين الشخاوي بيتلعب له كورة في ظهر الدفاع بيستلمها على صدره ويلف ويحطها في جول مسخرة عشان يخلص الماتش 1-0. كنت ساعتها بتفرج على القهوة وراجع بضرب كف على كف، اللي هو كل سنة لازم يا نتغلب يا نتعادل أول ماتش. فالسنة قفلت قفلة معقولة، كسبنا الهلال وكسبنا بلاتينيوم، فبدأنا نحط إيدينا على شكل المجموعة. بنتعادل مع بلاتينيوم في الجولة الرابعة 1-1، وعشان من هنا بقى حسبة البرمة بتاعت كل سنة تبدأ تتصعب وتتعقد. هو كسبنا النجم في القاهرة 1-0، انت رايح بقى السودان تلعب الهلال واللي هيكسب فيكم انتوا الاثنين يتأهل. شهر فبراير بقى كانت كله أحداث مهمة. صحينا على الراجل بتاع ال 15,000 ليزر في عيون الشناوي.
تهديدات، تصريحات، هنسوي. اصل بصراحه احنا غلطانين. النقطه الوحيده اللي خدها بلاتينيوم في المجموعه كلها كانت قدامنا في ماتش ال1-1 هناك. بيبدا الماتش الملعب متقفل جمهور وجيش وشرطه، وضرب من لعيبه الهلال للاعيبه النادي الاهلي، وانذار لايمن اشرف في الدقيقه 4 عشان في الدقيقه 48 قفشه بشوطه مايسه وقلشه يخش جول. المباراة أحلى وأجمل وأفضل وأكثر قوة واندفاعا. وطبعا انت لو ما اتفرجتش على الماتش فمعتقد من كلامي ان احنا هنمسك الماتش بقى وبتاع بعد الهدف. الجمهور يحدف حاجات والماتش بيقف في 10 دقايق، جيش ينزل يلف حوالين لعيبه النادي الاهلي وحاجه اخر رعب. في الدقيقه 82 كهربا بيضيع انفراد ومفيش حارس واقف في المرمى. انا فاكر الراجل اللي كان قاعد جنبي على القهوه زمانه لسه بياخد ذنوب لحد دلوقتي على اللي قاله ساعتها، عشان في الدقيقه 96 نلبس هدف احنا كمشجعين قلبنا وجعنا. امال اللي كانوا في الملعب كانوا حاسين بايه؟ عشان بعدها بدقيقه بنلبس الهدف الثاني، وانا من ستر ربنا انا شايف حكم الاوفسايد رافع الرايه قبل ما يحصل لي حاجه عشان ينتهي الماتش في مشهد درامي. الاهلي بقى بيتاهل كتاني المجموعه ولاعيبه الاهلي مش عارفين يخرجوا من الملعب، والجيش والشرطه في كل مكان. تاني يوم بقى شريف اكرامي بيعلن رحيله عن النادي الاهلي. قرعه ربع النهائي بتتعمل وهنلاعب صن داونز. عندهم مدرب عقر قمه في الرخامه اسمه موسيماني، وهيفضل يشكر فيك بس هيمسكك ينفضك. مشكله الحوار كله بالنسبه لنا بتتلخص في ملعب فيرسفيلد في بريتوريا الساعه 3 العصر، و3 العصر دي كلمه سر. بس كانت من مميزات القرعه اننا صعدنا تاني، ان ماتش الذهاب هيكون في مصر والعوده هتكون في جنوب افريقيا، عشان نكسب الذهاب في استاد القاهره 2-0 في ماتش نجمه الاول والاخير علي معلول، واحلى ماتش الفايلر مع النادي الاهلي في كل الماتشات اللي لعبها. عمل على صن داونز ماتش تكتيكي يدرس. فايلر بيروح هناك الساعه 3 العصر بس الاهلي بيتقدم 1-0 في اول تلت ساعه، وثقه بقى ونحرم صن داونز من الكوره في ملعبها وناخد حقنا بتاع 2019 لما غلبونا 5-0 وايقظوا غضب المارد الاحمر وخرجناهم 2020 من ربع النهائي. 14/3/2020 النادي الاهلي بيوقف النشاط بسبب جائحه كورونا لاجل غير مسبب. مرض منتشر ومحدش لا فاهم ولا عارف حاجه، وكمله ان الاهلي بيوقف النشاط. الدنيا بتقفل تقفيله وحشه قوي، مش في الكوره بس، في كل حاجه تانية. حسام عاشور بيمشي من الاهلي، فايلر ما كانش عايزه بس النادي الاهلي قال له هنجدد لك سنه واعتذر عندنا احسن، عشان في الاول وفي الاخر انت ابن من ابناء النادي الاهلي مش هنرميك يعني. مفيش طبعا دخل ما بينه وما بين الاهلي وعمل فيديو مدته 3 دقايق دمر مسيرته مع النادي الاهلي. نشاط واقف، ما حدش عارف الكوره هترجع ولا لا، الحياه نفسها هترجع ولا لا. احمد فتحي بيمشي فخد سكه قدرني، الاهلي قال له جدد موسمين وخد 22 مليون، قال والله بيراميدز شايفني بكتر، الاهلي قال له كل التوفيق مع بيراميدز. النادي الاهلي بيقرر عوده النشاط بشكل مبدئي وفحص مشدد على اللعيبه وحوار كبير. رمضان صبحي بيحدد مصيره مع النادي الاهلي بكوبايه شاي، فقعد بيفكر هيمضي ولا لا. قام امير توفيق قال له احنا هنعمل شاي قبل الكاتل ما يفصل تكون رديت عليه. تقريبا كده رمضان ما بيحبش الشاي فما ردش، ورسمي خلاص رمضان صبحي يرحل عن صفوف النادي الاهلي. فايلر سافر قبل الكورونا شخص ورجع شخص تاني خالص، والنادي الاهلي بيعلن رحيله. قعد يقول اسرتي واولوياتي، والظاهر كده مراته كانت عامله له مشاكل وسمع كلامها. فاكر المدرب العقر اللي قلت لك عليه من شويه بتاع صن داونز؟ النادي الاهلي جابه وادانا واحده السلام عليكم. بصراحه كانت واحده من اذكى القرارات اللي خدها النادي الاهلي، هو انه يجيب بيتسو موسيماني في التوقيت ده. راجعين من الكورونا، عندنا نص نهائي افريقيا، محتاج مدرب حافظ افريقيا ولسه خارج من ربع النهائي وعلى ايدك، فما فيش حد انسب من كده. عندنا الوداد ماتش الذهاب في المغرب، والفرقه دي خسرتنا افريقيا في 2017. موسيماني داخل بتقله ويديهم علقه هناك 2-0. الشناوي بيعمل واحده من اهم التصديات ويشيل ضربه جزاء كانت هتتعادل في اول ثلث ساعه من يحيى عطيه الله، وبعد اسبوع واحد في برج العرب نكرر العلقه نديهم 3-1. حسين الشحات بيجيب احلى هدف في مسيرته الكرويه. والاهلي بيوصل لنهائي افريقيا المره ال13 في تاريخه، مستني اللي هيكسب من الزمالك والرجاء. وفي نفس الشهر الكاف بيعمل قرعه ماتش النهائي ويقول ان النهائي في استاد القاهره ومن ماتش واحد. البطوله اتلعبت تقريبا 55 مره وكانت اول مره في التاريخ فالنهائي يكون من ماتش واحد واللي يكسبه يفوز باللقب. الناحيه الثانيه حبايبنا النفسيه في السماء، معاهم الداهيه جيمي باتشيكو خسر الرجاء 4-1 مجموع الماتشين ويوصل للنهائي الثامن في تاريخه. ومن ايجابيات الموضوع ان النهائي كان في نوفمبر والاهلي كسبان 4 بطولات في الشهر ده، 2006 2008 و2012 و2013. وواجب التذكير ان احنا كنا داخلين البطوله بقائمه كان فيها الاربعه اللي قلت لك عليهم ان هم مش رمضان، عاشور، فتحي، اكرامي، وكمان عندنا في القائمه صالح جمعه واحمد الشيخ وجيرالدو، اجاييه، مروان محسن وصلاح محسن. القصه الحلوه او الفيلم الجميل محتاج مكان يليق بيه وبالتاريخ اللي هيحصل فيه. 10 نوفمبر استاد القاهره بيعلن جاهزيته لاستضافه النهائي ما بين الاهلي والزمالك.
في 20 نوفمبر احلى خبر هيوثق التاريخ اللي هيحصل ويتم الاعلان ان عصام الشوالي هو اللي هيعلق على الماتش. انت ممكن تشوفها حاجه عاديه، بس خليني اقول لك ان علق على الماتش ده 4 معلقين مشهورين انت مش فاكر ولا واحد منهم، فيبقى ناقص ايه عشان القصه تبقى ممتعه وفوق الوصف؟ في 26 نوفمبر الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراه النهائي. ناقصها ايه؟ اسم. الماتش ده لازم يتسمى، هيتعرف في العالم كله باسم نهائي القرن. وقبل الماتش الاهلي بيعلن عن اصابه 3 لاعيبه بالكورونا، صالح جمعه، وليد سليمان، اليو ديانج. الجانب الثاني بقى بيعيش فترات انتعاشه، اشرف بن شرقي، مصطفى محمد، زيزو، شيكابالا، ساسي، طارق حامد، ابو جبل، ولا بوستات الزملكاويه بقى يا الله. وبذمتك جاي لك نوم وانت هتلاعب فرقه فيها بن شرقي وساسي وزيزو ومصطفى محمد؟ 27 نوفمبر شروق يوم العمليه. ومش هكدب عليك، من صباحيه يوم النهائي حاله من التشاؤم والرهبه ماسكه الواحد، الوقت حرفيا بطيء قوي. ذكريات 2017 و2018 مش بتروح من بال الواحد، ومدربنا جديد بقاله شهر ونص بس، وهم مدربهم بقاله فتره وحافظين بعض واسلوب ولعب وعاملين شكل. وفي وسط ده بقى كله كان في ضوء واحد بس انا مراهن عليه، وهي الافضليه النفسيه والعوده التاريخيه. مشغل الماتش على اللاب بصوت الشوالي وعلى التلفزيون بصوت مدحت شلبي، وانا قاعد عيني على المباشر لكن قلبي وعقلي مع كلام الشوالي. بيطربك كده صوته مزيكا، يعني يفرحك لو انت حاسس انك هتكسب، ويزعلك قوي لو انت داخلك الشك ان انت هتخسر. كل كلمه كانت طالعه من بقه بتطربك وتفرحك او تزعلك. وسجل اغلى هدف في تاريخ الديربي، لا تقول لي كاس السلطان حسين ولا تقول لي دوري منطقه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان المباشر بتاع التلفزيون مسابق نت اللاب بدقيقتين 3. بيبدا الماتش وبيحصل الحاجه اللي موسيماني بيعملها بقاله 5 ماتشات مع كل الفرق، انه يعرف يسجل هدف في اول 10 دقائق. علي معلول بيعلق كوره على دماغ السوليه والباقي انت عارف. ما احتفلتش بيه، ما خدش جوايا نفس احساس الهدف التاني. سجلنا حلو عاش هادي لان لسه بدري قوي، والشوالي ما يتوصلش بقى، هذه عاداتهم هذه تقاليدهم، وانت متوتر قوي والادرينالين في السما. تلت ساعه بقى هجمه هنا وهجمه هنا، عشان في الدقيقه 31 الماتش بيرجع لنقطه الصفر من تاني، وشيكابالا بيسجل حته دين هدف ملوش حل. معلول والسوليه لا تعليق. وعصام الشوالي بقى شيكا مزيكا يشعل الحريقه. في الدقيقه 53 بقى حصلت حاجه وانا جوايا بقى يقين ان احنا هنخسر بسبب. وعلي معلول بيعمل كوره على الارض من الشمال اليمين، ابو جبل في شمال المرمى، والمرمى يعتبر فاضي تماما عشان حسين الشحات يقرر ان هو يسيب المساحه دي كلها ويحطها في العرض. حسين الشحات الفرصه دي كانت ممكن تكون سبب نهايته في النادي الاهلي. في الدقيقه 64 وكلنا كاهلاويه مديونين للقائم الايمن للشناوي، شال صاروخ من زيزو. والشوالي هذه مباراه لما اخسرها لا اخرج من بيتي اسبوع. يا عم بوس ايديك انا متوتر. دربيات لما اخسرها لا اخرج من بيتي اسبوع. عشان تيجي الماستر سين واللحظه الاجمل في تاريخ وحياه كل واحد بيحب الاهلي. 85-45 وعصام الشوالي بيعمل واحده من اجمل ابداعاته من قبل الهدف ب3 دقائق لحد بعد الهدف ب3 دقائق، وكأن قلبه كان حاسس هو غلط في اللاعب اللي سجل الهدف او اللي جاب الجول، وكان مفكر ان هو علي معلول، ولكن الغلطه دي نفسها زادت من جمال اللي اتقال على الهدف. قاعد بتفرج على الماتش انا ووالدتي بس، وانا واقف قدام التلفزيون لازق فيه وهي ورايا ب2 متر مثلا، عشان الكره تترد من محمود علاء واجمل اسيست في التاريخ، تخبط في الارض تطلع في الهواء ياخدها على فخدته ما تلحقش تنزل في الارض تاني ويملى وش رجله بيها. انا ما شفتش الكره خرجت من رجل قفشه راحت فين. انا كل اللي فاكره ان بعد جزء من الثانيه كنت انا واخد ماما بالحضن واحنا الاثنين اتقلبنا ونزلنا على الارض. ولا لما احتفلت الجول كان جاي على المباشر ولسه ما جاش على اللاعب، رحت بقى خدته بتعليق الشوالي من اوله، واحساس جامد جدا بشكل ممكن ما يتكررش تاني. القاضية ممكن شاط الكرة وجول. القاضية ممكن سجل. ولاعب مجتهد وتعب في حياته، نتفق على الفنيات نختلف مركز مش عارف ايه كده، بس هدف زي ده في توقيت زي ده قدام فريق زي ده ومعلق زي ده ما تقنعنيش ان هي جت كده وخلاص، يعني ان هي جت بالحظ مع الشخص ده تحديدا عشان نكسب واحده من احلى واجمل واطعم البطولات في تاريخ النادي الاهلي، بطوله القاضيه. خلاص ديربي القاهرة يحكم بأحكامه، فينال الشامبيونز ليج يأتي بأرقامه. النادي الأهلي بطل إفريقيا، مبروك الفريق الأحمر.
انا سمعت محمد الشناوي في لقاء بعد البطوله بشويه كتير بيقول ان عنده صديق عنده 60 سنه، فصديقه ده بيقول له يا شناوي انا ما كنتش هعرف اعيش لو خسرنا التاسعه. تخيل واحد في السن ده بيوصف غلاوه البطوله بالشكل ده، ما بالك بقى بشاب عنده 13 و14 و20 و25 سنه وتقول لي اهميته ايه؟ يا راجل صباح الفل. فمن الحاجات الحلوه اللي حصلت بعد الماتش ان الزملكاويه عرفوا يبيعوا لك ان الزمالك كان احسن في الماتش عشان يهونوا على نفسهم، وده على فكره ما حصلش. النادي الاهلي كان اخطر، 5 تسديدات على المرمى والاكثر فعاليه، مسجل هدفين، كان اقل استحواذ ب 13 تمريره، ما هياش قصه. وانت قاعد بقى كده بقالك 3 سنين من ساعه البطوله لحد النهارده، اتفرج كده وانت مقتنع من جواك كانش ينفع باي شكل من الاشكال ان الاهلي يخسر البطوله دي، كانت هتبقى قفله مش حلوه خالص والله. نادي زي النادي الاهلي بتاريخه وعراقته وانجازاته فيخسر نهائي القرن قدام غريمه اللي هو رقم 2، فمش مبلوعه اطلاقا. فختاما احلى واجمل واغلى بطوله شفتها في حياتي القضيه ممكن بامضاء محمد مجدي الصياد قفشه.